ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض وصفه. ناس كتير جدا طلبتها مني لما كنت نزلت لكم وصفه الرز المعمر الحادق. ناس كتير جدا طلبت مني الرز المعمر المسكر، وللعلم بالشيء في ناس اكتر ما تعرفوش الرز المعمر المسكر من الحاجات الحلوه جدا جدا جدا. اتقدم كده، اتقدم مع صوص توفي، مع صوص كراميل، مع ايس كريم، بيبقى روعه. هنعمله النهارده ان شاء الله مع بعض بطريقه سهله جدا وسريعه جدا. هتلاقوا اصلا الفيديو صغير. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوز الجديده بتاعتي. واعملوا كمان لايك للفيديو عشان يوصل لاكتر حد من الناس. ولو حابين تتابعوني على الانستجرام هسيب لكم اللينك بتاعي تحت في الديسكربشن بوكس. يلا بينا نبدا ونشوف بيتعمل ازاي. يلا بسم الله. خلونا الاول نشوف ايه المكونات اللي انا هستعملها. هستعمل ربع كيلو من القشطه وذره فانيليا، 4 معالق كبار زبده، كوبايه من السكر، ومعايا لتر من الحليب. وهنا معايا كوبايتين ونص رز مغسول ومنقوع نص ساعه، بس طبعا غسلينه ومصفينه كويس. يلا بينا نشوف كده هنعمل ايه. انا جبت هنا حله حطيت فيها اللتر الحليب بتاعي وفتحه النار بالشكل ده، وهنا حطيت كوبايه السكر وعليهم ذره الفانيليا، وهقلبهم كويس بسباتولا كده لحد ما اللبن يغلي معايا. خطوات سهلة وبسيطة وسريعة جدا جدا جدا، اللي هو يلا عايزين ناكل حاجة حلوة يلا نقوم نعمله. هنقلب بالشكل ده، هقلب بس تقليبة لحد ما مجرد ان السكر هيسيح واللبن يغلي كده. اللبن غلي معايا خلاص، يلا بينا نجيب الطاجن بتاعي. اول حاجه انا هجيب الطاجن بتاعي دهناه زبده كويس بالشكل ده، قطعه زبده كويسه. هبدا انزل بكوبايتين ونص الرز اللي احنا غسلناهم ونقعناهم نص ساعه وصفيناهم كويس. هنزل بالكميه كلها في الطاجن بالشكل ده كده. دلوقتي بقى بعد ما نزلت الرز هبدأ احط حبة مكسرات، اي كمية تحبوها. انا استخدمت هنا حبة من اللوز وحبة من البندق، وانا بحب المكسرات في الرز المعمر تكون بالحجم الكامل، يعني مش بحب اكسرها. لو حابين تكسروها كسروها، ولو ما عندكوش متوفر مكسرات هقول لكم بدايل. ممكن نستعمل فول سوداني، ممكن نستعمل زبيب على جوز الهند، ممكن نستعمل ونحط عليهم رشة قرفة كده بيبقوا حلوين قوي. ممكن نستعمل قطع تمر. هاتوا التمر اللي هو الطري ده وقطعوه قطع كده، ده بيبقى تحفه جدا. يعني انا بالنسبه لي بيبقى احلى كمان من المكسرات. قطعوا قطع تمر فيه بيبقى حلو قوي. والكميه حطوا اي كميه، ولو مش حابين خالص براحتكم جدا، يعني مش لازم تحطوا اصلا، بيبقى حلو. هقلب بس كده بالاسباتولا كل المكسرات دي مع الرز بالشكل ده، لخبطهم كده لخبطيطه مع بعض. وبعدين هبدا انزل بقى بالحليب اللي انا غليته على النار وفيه كوبايه السكر. حابه اقول لكم بس ان كوبايه السكر دي بتطلع السكر مظبوط. للناس اللي بتحب الحاجه سكرها عالي شويه كتروا، والحاجه الناس اللي مش بتحب السكر كتير قوي قللوا. السكر حسب التذوق براحتكم، بس الكوبايه بتطلعه مظبوط بالظبط. انا نزلت هنا باللتر الحليب كله، والحليب يكون سخن يعني ما سيبوش يهدى. هقلب بس الحاجات دي كده كلها مع بعض، مع الحليب والمكسرات والرز والحاجات دي. ودلوقتي بقى هبدا احط القشطه اللي انا هستخدمها. انا استخدمت ربع كيلو القشطه. معلش اعذروني، الرز المعمر روح وروح والقشطه والزبده. يعني الناس اللي الدهون عندها عاليه، الناس اللي ماشيين على اي نظام غذائي خالص، الوصفه دي مش هتناسبكم. فالفيديو ده مش هيبقى ليكم للاسف. كتروا في القشطه والزبده، هيطلع كل ما تكتر كل ما هيبقى احلى. هنوزع قطع القشطه كده على الوش، هي دي اللي هتحمر في الاخر وهتديله لون حلو جدا بالشكل ده. وهبدا هكذا احط له كده كام قطعه الزبده، اللي هي الزبده اللي احنا قلنا عليها في الاول. هنبدا نحطها برضو مع القشطه. بالنسبه للتسويه انا هجيبه هحطه في الفرن من تحت على درجة حرارة 180. هحطه في الرف السفلي. هسيبه لحد ما يغلي 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 كويس والرز يشرب كل اللبن، وهوريه لكم برده هو في الفرن هيبقى شكله عامل ازاي. وونس ان هو شرب اللبن خلاص هبدا ارفعه على الرف الاوسط، وهكون مولعه الشوايه. هيبدا بقى يتردد كده ويبدا ياخد لون من على الوش، وهيطلع لونه تحفه. انا بحب وشه متحمر قوي. لو انتم بتحبوا اللون خفيف خالص طبعا دي حاجه راجعه لكم، تابعوا الشوايه. كده خلاص انا نزلت كده الزبده بتاعتي كلها. ده شكله النهائي. يلا بينا ندخله الفرن، وهوريه لكم في الفرن برضو في اللي هي الستep بتاعت ان احنا امتى نرفعه، امتى يشرب. هوريكم اللي هي ازاي يعني شرب اللبن قد ايه، اللي هو بالشكل ده كده خلاص شرب اللبن. يلا بينا نرفعه تحت الشوايه. هيطلع بالشكل ده زي ما قلت لكم. انا بحبه متحمر زياده، لو انتوا حابين تقللوا قللوا براحتكم خالص.
هو بالشكل تحفة ده، يعني أنا بالنسبة لي شكله قمر قمر قمر. أنا هاطلّع لكم بس كده معلقة أوريكم الرز قد إيه، بُصّوا مفلفل، الصينية من تحت نضيفة خالص مش متحروق نهائي، ريحته تحفة، أسرع 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 طاجن رز معمّر ممكن تاكلوه. اليوم ده أنا كنت أصلًا عايزة آكل حاجة مسكّرة ومش عارفة أعمل إيه، عندِك أكيد كلنا عندنا رز ولبن، فيالّا قشطة نعمل الطاجن الرز المعمّر ده. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم، أنا حابة أوريكم بس أهو، شوفوا يعني الرز طالع طعمه تحفة، تحفة، أنا بالنسبة لي أحلى من الحادق كمان. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.